بدأت الحدوتة واللي هتكون في مسارين ما بين الماضي والحاضر مع تاسي اللي راحت للمستشفى بعد ما خسرت حبيبها سكايلر والسبب عربية خبطتهم وهما مع بعض. بنرجع فلاش باك 182 يوم قبل اليوم ده. صحيت تاسي المغرمة بالكاميرا بتاعتها عشان تاخد كام صورة وهي بتصور صورت واحد ماشي على البحر، والصدفة شاءت انه يكون هو نفسه دخل معاها يتفرج على الفيلم ما كانش مترجم وتاسي ما كانش بتفهم فرنسي، وسكايلر عرض عليها انها تتفرج وهو يترجم لها ودار بينهم حوار. تاسي كانت بتقول له فيه انها مش مؤمنه بالنهايات السعيده في قصص الحب، لان من وجهه نظرها الالم اللي بيجي في نهايه العلاقه هو اللي بيخليها ما تتنسيش، بينما سكايلر كان عكسها تماما، بيقول لها انه لا، الحب مش شرط يكون نهايته الم وحزن. وهم خارجين سكايلر قال لها انه بيعرف يتكلم ايطالي واسباني غير الفرنساوي، وقبل ما يمشي شكرها انها سمحت ياكل ودانها رغي 3 ساعات في السينما، وعرفها كمان على اسمه. وتاسي نسيت الجاكيت بتاعها جوه، ولما دخلت تجيبه لقت سكايلر كمان نسى الكاب بتاعه، ولما طلعت تجري عشان تديهوله ما لقيتوش، ولقت الفيو حلو فاخدت صوره بالكاميرا بتاعتها. بالرجوع للحاضر في المستشفى، تاسي تخيلت ان سكايلر لسه عايش وجنبها على سرير المستشفى، وفاقت وهي بتقول اسمه، فالممرضه قالت لها ان ده طبيعي ودايما بيحصل في الحالات اللي زيها، وادتها كيس في المتعلقات بتاعتها اللي لقوها زي تليفونها وكاب سكايلر. الدكتوره قالت لها عن العمليه اللي عملوها في قلبها، نجحت لكن لازم تاخد بالها كويس جدا، ولو حست باي تعب في صدرها لازم ترجع للمستشفى على طول. تاني يوم تاسي راحت لواحده معاها في المستشفى بتعمل كتب عن التواصل مع اللي فقدوا حياتهم، والست دي قالت لتاسي انهم احيانا بينادونا باصواتهم واحيانا بنشم ريحتهم في المكان، وفي كل الحالات الرساله واحده وهي انهم لسه موجودين معانا، وان في حال زي اللي حصل معاها هي وحبيبها السبب في انه بيوصلها انه معاها هو انك حاسه بالندم عشان كان في حاجات لازم تتقال وما اتقالتش، وان روح حبيبها مش هتفضل كتير والموضوع مجرد اسابيع وهتختفي. فلاش باك قبل نهايه حبيبها ب 102 يوم، واحد من زميلها في المدرسه قال لها على مسابقه تجديف وطلب منها تكون هناك عشان تصور، وصاحبتها لما عرفت ان الكراش بتاعها يكون هناك وافقت على لسان تاسي. الصدفه ان تاسي وهي بتصور لقت سكايلر من ضمن المشاركين في المسابقه، وهو وزميله اللي فازوا في المسابقه دي، وصاحبتها اقترحت عليها تروح تهنيه على الفوز. تاسي راحت واديته الكاب بتاعه واتكلمت معاه شويه لحد ما جت والده سكايلر، وقبل ما هو يقول لها على تاسي عرفتها وقالت له يعرض عليها انها تخرج معاه، ولما شافت صوره في العربيه بتاعته افتكرته مرتبط، لكنه ضحك وقال لها ان دول ابوه وامه وهما صغيرين، وان الاثنين دلوقتي في بينهم مشاكل ومش عايشين مع بعض. بعدها اخدته لاكتر مكان بتحب تروح له عشان تصور فيه، وكان فندق اثري قديم الناس بتخاف تروح له. قضوا وقت لطيف مع بعض في الفندق القديم ده، وسكايلر وصلها بعد كده لبيتها، ولكن تاسي لما لقت نفسها اتعلقت بسكايلر وحبته وحست بشيء من الخوف وعيطت. والرجوع للحاضر، تاسي قالت صاحبتها انها مش مصدقه انها خلاص مش هتشوفه تاني، وانها فاكره كل كلام سكايلر وكل تعابير وشه وهو بيتكلم معاها كأن كل ده كان مجرد حلم. صاحبتها قالت لها ان اللي بتمر بيه ده طبيعي ولازم تهدى عشان تعرف تعدي الفتره دي. راحت بعدها للشاطئ وبدات تفتكر اوقاتها مع سكايلر، وانتهى بها الحال بانها رمت الكاميرا في الميه ولمت كل حاجه التصوير بتاعتها عشان ترميها في الزباله، ورجعت تاني لاوضتها وهي بتتخيل سكايلر معاها. وهي في اوضتها سمعت مثبت الصور بيشتغل لوحده، فراحت ولقت صوره اتعملت، ولما حمضتها طلعت الصوره بالالوان وهي اصلا عمرها ما صورت صوره بالالوان، والصوره ما عادتش دقيقه واتحرقت، وبدات تحصل حاجات غريبه جدا زي ان ايدها تظهر في الصوره وهي شابكه في ايدين سكايلر، وبرضه الصوره اتحرقت، واللي بعدها كان وش سكايلر قريب من وشها ومصير الصوره ما اختلفش عن اللي قبلها، وده اللي خلى تاسي تروح عشان تفهم من الست اللي كانت في المستشفى. لكن الممرضه قالت لها انها رجعت لبيتها وسابت لها الكتاب بتاعها عشان كانت عارفه انها ترجع لها تاني. اخدت الكتاب ده وفضلت تقرا فيه وتتابع فيديوهات الست دي وكلامها عن التواصل مع الارواح. فلاش باك 65 يوم قبل الواقعه، سكايلر عجبته جدا الصور اللي بتصورها تاسي، وسالها ليه ما تعرضش اعمالها للبيع في معارض، لكنها ما حبتش الفكره، وادت له الصوره اللي عجبته وخرجت تتمشى معاها لحد البيت، وقالت له انها اتربت في دار رعايه لحد ما الاسره اللي هي عايشه معاها دلوقتي اتبنوها. وفي اليوم الثاني خرجت هي وسكايلر لحد البحيره اللي في الغابه، وهي قالت له ان نفسها تزور باريس، وهو وراها الزورق بتاعه وقال لها انا قعدت معاكي ساعات في اوضه الصور وانتي بتعملي اللي بتحبيه، فتعالي معايا وهعلمك اللي انا بحبه. وبالفعل سكايلر بدا يعلمها ازاي تجدف، ولما قال لها انه بيحبها ملامح وشها اتغيرت لشيء من القلق وما ردتش. بالرجوع للحاضر تاني، صاحبه تاسي ما كانتش مصدقه كلامها عن الصور اللي بتتحرق، وفي الامتحان حاجات غريبه كانت بتحصل في المكان زي ان شيء غريب اتحكم في ايدها وخلاها تعمل شكل غريب على ورقه الامتحان، وفجاه كل التليفونات اشتغل فيها الاغنيه اللي كانت بتحب تسمعها هي وسكايلر. فلاش باك ل 11 يوم قبل فقدان تاسي المؤلم لحبيبها لما كان اخدها لمعرض صور، وكان عمل لها مفاجاه بان صاحب المعرض عارض الصوره بتاعتها للبيع واكتر من حد كان عايزها، لكنها اتضايقت وطلبت
منه يشيلها عشان هي مديها لسكايلر هديه مش عشان تتعرض للبيع. وقالت لسكايلر انها مش عايزه الصوره بتاعتها تتعلق في بيت شخص غريب هي ما تعرفوش. فسكايلر اعتذر لها وقال لها انه بس كان عايز يوريها قد ايه شغلها حلو جدا وهيعجب الناس، لكنها قالت له ان مش كل حاجه ينفع تتصلح، خصوصا في ظل المشاكل اللي بين والده ووالدته، والاثنين انقطعوا عن بعض كام يوم. فبعتت له عشان تقابله لكنه قال لها انه مش هينفع لان ابوه عامل مشاكل وهو هيحلها ويرجع يكلمها تاني. تاسي طلبت من امها بالتبني انها تلبس فستان امها عشان تصورها، وفضلت تتكلم معاها في كام حاجه، وقالت لها ان الحب ان ما كانش هيكون في متاعب عمره ما هيكون حب حقيقي. وقالت لها انها تقول لسكايلر انها بتحبه لان هو كمان محتاج يسمعها منها زي ما هي سمعتها منه. فتاسي حضنتها واعتذرت لها عن التعامل الجاف اللي كانت بتعاملها بيه من قبل كده. هي وصاحبتها حاولوا باكتر من طريقه انهم يستحضروا روح سكايلر لكن الموضوع فشل. وام تاسي بالتبني بعتت لها انها عايزه العربيه عشان تروح للشغل بتاعها، لكنها اول ما وصلت قدام البيت العربيه لوحدها حددت لوكيشن بعد مسافه معينه، وشكل المسافه دي على الخريطه كان نفس الشكل اللي اتعمل على ورقه الامتحان. لما راحت اللوكيشن ده لقيت مكان بيت الست اللي كانت في المستشفى، والست دي قالت لها ان روح سكايلر اتواصلت معاها لانها اقرب للعالم بتاعه منها، وانها عشان تعرف تشوف سكايلر لازم تروح لاكتر مكان عاشوا اوقات من الحب فيه. فلاش باك لقبل الواقعه اللي حصلت ب5 ايام لما كانوا الاثنين في حفله في بيت صاحبتها. تاسي عرفت من صاحب سكايلر انه بيروح لولايه تانية قريب، وهو قال لها انه كان هيقول لها وانه رايح بس لانه ابوه تعبان ومحتاج لوجوده معاها. والتعبير خانه وقال لها انها مش فاهمه الموضوع اللي هو فيه لانها ما تعرفش يعني ايه عيله. بالرجوع للحاضر صاحبتها جابت لها كاميرا وراحت عشان تحاول تشوف روح سكايلر، وبدات تاخد صور في كل الاماكن اللي جمعتهم سوا وحبهم ظهر فيها، لحد ما راحت للفندق المهجور اللي راحوا له. وهناك حصلت حاجه غريبه جدا، نور ظهر في المرايه اللي في السقف، والدنيا كانها لفت وبقت بتعرف تمشي في اتجاه المرايه، وشافت بالفعل سكايلر لكن كان في حاجز بينهم بيمنع انهم حتى يلمسوا بعض، لحد ما مره واحده الازاز اتكسر ووقعت. ورجعنا للحاضر بان الشرطه حددت مكانها عن طريق التليفون بتاعها، وهي تعبت ورجعت على المستشفى وحاله قلبها اتدهورت جدا وكان لازم يتعمل لها عمليه تانية. ولما صاحبتها اتصلت بيها قالت لها انها شافت سكايلر لكنها ما قدرتش تلمسه وان في مكان تاني لازم تروح له. فصاحبتها راحت لها المستشفى واخدتها عشان توديها للمكان ده، لكن صاحبتها ما كانتش مسيطره على العربيه وكان في روح غريبه هي اللي سايقه العربيه. نرجع تاني فلاش باك لليوم المؤلم في حياه تاسي، وصاحبتها راحت لها عشان تقول لها ان سكايلر اتصل بيها وقال لها انه مش عارف يوصل لتاسي وانه هيسافر النهارده للولايه التانيه. فتاسي راحت له جري، وهنا حصل تشابك في سير خط الماضي والحاضر في الفيلم. في الحاضر صاحبتها بتتصل بالاسعاف عشان ينقذوا تاسي، وفي الماضي يوم الواقعه وقبل ما حياه سكايلر تنتهي تاسي قالت له انها بتحبه، وفجاه خبطتهم العربيه وحياه حبيبها انتهت تحت انظار روح تاسي، والارواح اتلاقت وروح سكايلر قالت لها انه جابها لحد هنا عشان تقول له انها بتحبه وتكمل حياتها من غير ما يكون عندها اي حاجه تندم انها ما قالتهاش. وفي ظل دخولها في غيبوبه روح الاثنين كانت بتقضي وقت لطيف مع بعض، انتهى بانها قالت له انها مش هتندم على اي حاجه لانها قالت له انها بتحبه، وهو قال لها ترجع وتدي لقصتهم مع بعض نهايه سعيده زي ما هي تستحق. وانتهى الفيلم بان تاسي استعادت الحياه وقدمت شغلها زي ما حبيبها سكايلر كان عايز ده. بغض النظر عن الفانتازيا اللي في الفيلم الرساله واضحه وضوح الشمس يا اصدقائي، مش لازم تستنى الوقت الضايع عشان تعرف اللي انت بتحبهم انك بتحبهم. استغل الفرصه دلوقتي ومشاعرك، فربما مش هيكون في فرصه تانية قدامك.